شايفين الغطا بتاع علب التيك اواي ده؟ هنجيبه وبعد كده عملت عجينة الجبس والمية. انا جبت بجنيه جبس بالظبط، وبعد كده زودته مية وبدأت ان انا اصبه في العلبة، ولازم نخرج الهواء. وبعد كده بقى جبت القطعة بتاعة المبخرة دي بعد ما العجينة نشفت معايا شوية وبدأت اغرزها، وبعد كده سبتها تنشف خالص هتطلع معاكي بكل سهولة. وبعد كده بقى انا بحب اصنفرها وهي عارفين لسه بقى ما جمدتش قوي، بتطلع مظبوطة معايا اكتر. هنا كنت خلصتها، شايفين شكلها امور ازاي. بعد كده بقى انا حابة ان انا اغير لونها، عملت اللون البني ده من دهان البلاستيك. لو حابين ان انا اعمل معاكم الالوان اكتبولي في الكومنتات وهبقى اوريكم انا ازاي بعمل الالوان بنفسي. خلصتها كلها من تحت وسبتها نشفت، وبعد كده بقى هبدأ نفس اللي انا عملته من تحت هنعمله من فوق. هنا بقى كنت خلصتها كلها، شايفين شكلها امور ازاي. وبعد كده بقى هنبدأ نثبت القطع وطبعا القطع المعدن دي هي مش ثابته فيها علشان نعرف نغسلها بعد كده. بس كده شايفين فكرة مبخرة سهلة وبسيطة وبتتباع غالية، مش هتكلفك اكتر من جنيه.